اكتر 3 جمل هتسمعهم وانت بتشتري قطع غيار لعربيتك، ولو مشيت وراهم انت اللي هتدفع ده من جيبك. اول جمله هي هات الارخص يا مستر، كلهم زي بعض. ودي اخطر جمله ممكن تسمعها. عشان لا يا قلب المستر، مش كلهم زي بعض، عشان مستحيل كلهم يكونوا بنفس الكفاءه بالظبط ونفس العمر الافتراضي وبيجيبوا نفس الخامات من نفس المورد. الجمله التانيه، دي تركب عادي. كلمة عادي دي ساعات ممكن تلبسك في الحيطة، عشان لو استبعدنا الفتي وافترضنا ان هي ممكن تركب فعلا عادي، في فرق كبير بين ان هي تركب عادي وتركب مظبوطة، عشان ممكن حاجة تركب غلط تعمل مصيبة. تالت جملة، يا مستر الاصل غالي على الفاضي. زي ما هو مش دايما الاغلى هو الاحسن، فبرضه مش دايما الارخص هو اللي بيوفر، عشان ممكن يبوظ لك حاجة تانية اغلى. عشان كده دايما قبل ما تشتري اي قطعة غيار لازم تسأل نفسك 3 اسئلة: هل دي فعلا مناسبة لموديل عربيتي ولا لا؟ مصدرها ايه؟ وتالت واخر حاجة، لو اشتريتها دلوقتي بكواليتي اقل هل ممكن بعدين تبوظ لي حاجة اكبر بمبلغ كبير ولا لا؟ ولو في اي جملة تانية سمعتها وحابب تشاركنا بيها اكتبها لنا في الكومنتات.